السلام عليكم. What is this تعليقات على مقطع بتس لا نهائية. التعليقات كلها تسبني وقاعدة ما ادري شنو، لاني نزلت عن بتس مقطع ما قلت شي غلط، قلت رأيي بيهم، بس جتني تعليقات اعوذ بالله بالسب والتحرش والتنمر. حسيت نفسي انا اكبر مجرم بالتاريخ، حسيت نفسي انا ابو طبر ولا. خلونا ندخل للتعليقات ونشوفها. اول تعليق يقول ما ادري ليش طلعت لي بس باين جديد، مع انه احب بتس، اعتبر ستان شوقة لكن لا بأس، اتقبل كل انواع المزح والاشياء. ستان شوقة شنو والله ما اعرف انا. وكملت تعليقها وتقول خذ اشتراك احساسي قل لي حتصير يوتيوبر مشهور في المستقبل ان شاء الله. طبعا انا متواضع جدا لدرجة اني رديت عليها ب3 قلوب. والله. التعليق الثاني من مدري منو، كاتب بتس قلبين و3. اوكي غلسم شباب. التعليق الثالث يقول ترى الناس اذواق، الاغنية صالها 6 سنين، شوف شي جديد مثل 3D او رون او روجين، ما ادري انا شنو قاعد يقصدون قران، يمكن فرقة تشبه فرقة بتس ولا. جاني هذا الشخص اللي اسمه مستر سنوت كاتب كل كلامك صح، يجي واحد راسه مربع يقول بتس عمك عامل زي ون بيس. المهم احسك راح تصير مشهور زي باري تضحك. يا اخي هذه هي الناس الاسطورية، هذه هي الناس التي تزرع البسمة في الحياة وأوجه الناس. بارك الله فيكم. بتسمع أغنية بقى لها 6 سنين، روح اسمع أغنية رام BTS. تسمع أغنية قديمة قوي بقى لها 6 سنين، من تسمع أغنية من 2018 روح اسمع أغنية جديدة يا عم. أنا ما أدري شنو يقصد 6 سنين 2018. بتشوف فيديو من 2020 وتستغرب من حركاتهم، روح شوف لك روم بتس ولا تاكي 2. الصراحة أفضل جونغوك لأنه رجولي أكثر، مع ذلك تستاهل اشتراك. شكرا لك يا كوثر. اولا اعرف انك تمزح بس مسحك ثقيل. مسحك يعني يجرح الارمي وانت تسب الاشي اللي احنا نحبه. يرضيك انه انا اسب الشي اللي تحبه حتى لو كان مزح؟ بس على فكرة فيك تحسن معاملتك وتراعي مشاعر وارى غيرك، فنحن كلنا بشر وكلنا خلقة الله، وما لنا الحق نتمسخر على اشكال حدا وعلى ستيلهم يعني ستايلهم. وعلى فكرة تدري انه لبسهم اللي انت تتمسخر عليه انه اغلى من صلاة بيتك؟ صلاة بيتك شنو؟ صراحة شباب ما اعرف شنو صلاة بيتك، تدري؟ واتمنى ما تتمسخر عشان ما تنقلب الطاولة عليك وتصير انت المسخرة. صراحة بالبداية جت قالت كلام طيب وبعدين نهتها بكلام سخيف. هذه مثل الشخص اللي قبل لا يشرب الخمر يقول بسم الله. ما يصير هذا الشيء أبد. ما كنت قادر أتحمل هذه التعليقات، حاولت أبكي بس اتماسكت باللحظات الأخيرة لأنه تذكرت وراي ضحك على التعليقات القادمة إن شاء الله. وإلى هنا نكون وصلنا نهاية المقطع. أتمنى المقطع عجبكم، وهذا أول مقطع أنزله بصوتي. نسيت اللهجة ونسيت شلون أتكلم بيه 100%. إن شاء الله بالمستقبل أحاول أطور من نفسي. حطوا لايك واشتراك. ونسيت أبشر الآرميين إنه أنا صرت آرمي منكم. أصلا أنا ما كنت أعرف شنو معنى كلمة آرمي إلا بحثت عنها بجوجل. آرمي يعني شخص يحب بتس. أنا قررت أحب بتس وصديقي المفضل بالفرقة هو شخص اسمه، الشخص اللي أحبه هو جون كوك. أعوذ بالله. اللهم احفظنا مع بتس وارزقنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. أنا صرت آرمي. اشتركوا بالقناة يا أيها الآرميون، اشتركوا بالقناة يا آرميون. أنا صرت واحد منكم وبيكم وشكرا لكم. فديتهم حارقينكم. طبعا أنا جيت كتبت لك مزاح، احنا اخوة مزاح.